السلام عليكم. هو المتجنب لما بينفصل في حالة الطلاق مثلا للمتجوزين، يا ترى بتبقى حالته عاملة ايه؟ سؤال، وحد فيكم كتبهولي على كومنت من الكومنتات، ووعدته ان انا هعمل له حلقة مخصوص. وخليني اقول ان هو تساؤل قابلته في كتير من جلساتي مؤخرا. يا ترى هما بيبقوا عاملين ازاي وقت الانفصال؟ يا ترى ممكن يرجعوا؟ يا ترى هيندموا؟ يا ترى بيفكروا فينا؟ يا ترى بنوحشهم؟ يا ترى بيفتقدوا وجودنا؟ بيفتقدوا اللي احنا كنا عاملينه؟ بيفتقدوا الخدمات اللي كنا بنقدمها؟ يا ترى ممكن في يوم يبعت لي رسالة اعتذار ويقول لي انا اسف، تعالى نبتدي من اول وجديد ونرجع؟ طب يا ترى لما يرجعوا هيندموا ولا هترجع ريما لعادتها القديمة؟ كل ده هنجاوب عليه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبتدي يا ريت لو ما كنتوش عاملين لايك وكومنت وسبسكرايب تعملوه، لان ده هيفرق جدا في انتشار القناة. بشكر جدا الناس اللي بتعمل سوبر ثانكس، حقيقي بيفرق معايا جدا نفسيا، فانا حقيقي ممتنة ليكم. هو ايه الموضوع؟ الموضوع انه خد قرار الانفصال وانفصل. وخليني اقول ان غالبا قرار الانفصال ده هيجي as a sudden كده مرة واحدة بدون اي مقدمات، كأنه نام وحلم بحلم وصحي قرر ان هو هيحققه، او كأنه خد قرار في لحظة واحدة وقرر انه يعمله خوفا ان هو يرجع فيه. ويبقى الطرف التاني في الاغلب يعني، وخلينا نقول ان اغلب الكلام اللي احنا بنتكلم عنه في الاغلب، لان لكل قاعدة شواذ ولكل قاعدة تفاصيلها وحكايتها الخاصة، بس احنا بنتكلم في اطار عام. بياخد القرار وبيبقى عايز ينفذه فورا خوفا انه يرجع في كلامه. واول ما بياخد القرار الطرف التاني بيبقى في حالة من الصدمة، كأنه مضروبة على راسه، بيبقى مش مستوعب، فبيبقى متعصب جدا، غضبان جدا، حانق جدا، فيبتدي ان هو يطلع عليه كل حالة الغضب اللي هو فيها. والطرف التاني بيبقى مستحمل بقاله سنين وراضي ومشي الدنيا لظروف كتيرة، يمكن عشان خاطر الولاد، يمكن عشان خاطر البيت ما يتهدش، يمكن يكون في مشاعر حقيقية ليه ومستحمل وصابر، وفجأة بيلاقي نفسه بيتغدر بيه، فجأة بيلاقي نفسه بيترمي مرة واحدة، فبيتحول كل الصبر اللي كان صبره السنين كلها لحالة غضب. فالصورة بتبقى عاملة ازاي؟ الطرف المتجنب فجأة بيحس ان تم يعني عتقه، ان انا اخيرا خلصت من كل اللي انا كنت فيه، فبيبعد بالقوي. والطرف التاني اللي كان عايش مع الطرف المتجنب لا، حاسس ان انا مش موافق على كل اللي بيحصل ده انا سكت كتير، انا صبرت كتير، كمان تعمل فيا كده، كمان تسيبني، كمان تبعني. فبيبقى بيلاحق بزيادة، مش بيلاحق في الفترة الاولى عشان خاطر يرجع البيت، بيلاحق من باب الغضب، من باب ان هو بينفس عن اللي جواه. فبيبقى طرف شكله بايع قوي وطرف شكله مقبل بغضب قوي، فبتبقى الصورة حقيقي مش واضحة، خصوصا للناس اللي حواليكوا، اللي لو انتوا حريصين ان هم ما يعرفوش انتوا كان فيكوا ايه، بيبقوا مستغربين هو ده كله طلع منين، هو ده كله كان مستخبي فين، ده كله ازاي ظهر فجأة للسطح كده. فبيبقى اللي حواليكوا حقيقي مستغربين. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الطرف المتجنب فجأة بيحس ان هو كان شايل حمل تقيل على كتفه وتخفف منه، واخيرا خلص منه. وكل محاولاتك، وده دايما انا اللي بقولها للناس اللي بيجوا لي الاستشارات، كل محاولاتك في الهجوم، سواء بقى عشان ترجع الدنيا، عشان خاطر تصالح، عشان خاطر تلم الموضوع، بتبقى مش مسموعة، بيبقى كأنهم سادين ودانهم. هم بيبقوا حاسين ان خلاص خلصنا، احنا اخيرا خدنا القرار، احنا اخيرا كان عندنا الشجاعة ان احنا ناخده ونطالب بيه، فخلاص. هل في الاول ما بيشتاقوش، ما بنوحشهمش، ما بيندموش خالص؟ في الاول بيبقى المشاعر المسيطرة عليهم فكرة احنا خلصنا، والفترة دي هتطول حسب ضغط حضرتك عليه. يعني انت طول ما انت عمال تضغط عليه بيبقى حاسس ان هو لسه عليه حمل شايله على ظهره، فما وصلش لمرحلة الخلاص
والمشاعر اللي هو نفسه يحس بيها. فانت، ودايما اللي بقوله للناس في الاستشارات، فانت بتطول فترة احتمال الرجوع بضغطك المستمر عليه. طيب اول ما الضغط ده يقل، واول حضرتك ما تبقاش مصدر الم ليه حتى لو انت مش حاسس بكده، يبتدي يتنفس بقى، يبتدي يحس ان هو خلاص خد كفايته، خد راحته، يبتدي يحس ان هو عمل اللي هو كان محتاجه، ويبتدي يحس ان هو مستمتع بنوع من الحياة هو كان نسيها وما كانش فاكر هي بتتعاش ازاي. فحقيقي حقيقي بيبقى سعيد جدا، مبسوط جدا، وبيستمتع جدا. وده اللي بيألم الطرف التاني لما يبتدي يتجسس كده ويتتبع اخبار الطرف المتجنب ويلاقيه مبسوط وسعيد عايش حياته، وهو متألم جدا، مجروح جدا، ألم الفراق قتله، الوحدة خنقاه، المسؤولية اللي شالها ممكن مدمراه، والطرف التاني عايش حياته بالطول وبالعرض. ودي بتبقى حقيقي حقيقي من اللحظات المؤلمة، واللي لما نيجي نتعامل معاه في الجلسات بتبقى مش قادر تشرح له ازاي، تشرح للطرف اللي هو بيتعامل مع الجانب المتجنب ان هون عليك، هو مش كارهك، هو انت ما كنتش وحش قوي للدرجه دي. الناس بتبقى عايزه تسمع الكلمه دي حقيقي، لان هي لما بتشوف الطرف المتجنب عايش حياته بالطول والعرض، السؤال اللي بيجي على بالهم هو احنا كنا وحشين قوي كده؟ احنا للدرجه دي كنا خانقينهم؟ احنا للدرجه دي كنا عبء عليهم؟ انا مش قادره اتعامل مع المشاعر دي واتعايش معاها. فانت بتبتدي بقى تتعامل معاه في الجلسات ان لا، الموضوع ملوش علاقه بيك بوحشتك، الموضوع ليه علاقه ان هو كان بيتعامل مع مشاعر، المشاعر دي كانت حمل عليه وما صدق ان هو خلص منها، مصدق ان هي راحت من عليه. عشان كده تكنيك التعامل معاهم في الفتره دي، لو مثلا ما بينكم ولاد فلازم تتعاملوا، او قرايب، او ما بينكم common friends، او لازم انت عايز ترجع تتواصل لان انت عايز ترجع العلاقه. تكنيك التعامل في المرحله دي مهمه جدا وشائك جدا، ومحتاج حكمه في التعامل، علشان انت مضطر تتعامل مثلا عشان ما بينكم ولاد، لكن انت مش عايز تبقى مصدر ضغط عليه. انت عايز تتعامل عشان تقول انا موجود، وفي نفس الوقت ما تضغطش عليه عشان خاطر تديله مساحته ويرجع تاني. فمحتاج ضبط انفعالات حقيقي عالية جدا، وصبر ووعي في التعامل. طيب عاش حياته، عشان انا مش عايزة الفيديو يبقى طويل، عاش حياته واتبسط وحس ان الحمل اللي عليه خلاص اتشال. وبعدين بعد فترة هو مش شرط يندم خالص، عشان خاطر انا مش جايه اوعد حد انه هيندم ويرجع والدنيا كلها هتمشي زي الفل والحياه هترجع زي ما كانت، خالص خالص خالص. بس هتبتدي تضرب بعد فتره لما يحس ان هو خلاص ارتاح، هتبتدي تضرب انوار كده صغيره في مخهم، اغنيه بتفكرك بيها، بتفكروا بيك، موقف، خدمات كنت انت بتعملها حاسس ان هو ما بقتش تتعمل له، فحاسس ان هو مشتاق ليها، جو كنت انتوا عايشين فيه، جو اسري مثلا كنت انتوا عايشين فيه ورجع مثلا عاش مع اهله او عاش لوحده فحس ان هو مفتقده، نوع من الحميميه كانت ما بينكم ما بقاش موجود فحس ان هو مفتقدها، والكلام ده للرجاله وللستات باي ذا واي واحد يعني. فيبتدي يحس ان في حاجه هو مفتقدها، فيدخل في نوع من الصراع ما بين انا مشتاق لكن مش قادر ارجع للضغط اللي انا كنت فيه من اول وجديد. ممكن يبتدي يتواصل معاك، لو ما كانش مثلا بيتواصل معاك برساله، مثلا تلاقيه باعت لك رساله مثلا انا حصل لي الموقف الفلاني وافتكرتك، او سمعت الاغنيه الفلانيه وافتكرت لما سمعناها سوا، او كنت بزور مش عارفه مين وجاب سيرتك فحسيت ان انا محتاجه ابعتلك. فانت انت قاعد بقى اصلا انت خارج من مرحله غضب واشتياق ولوعه وفراق ووحده وي فتجيلك ومصدقت ان انت بقيت كويس، فتجيلك الرساله دي تضربك في الخلاط.
تبقى مش عارف تعمل ايه. في ناس بتواجهها بغضب، ان الغضب يرجع يصحى من اول وجديد لانه ما اتعالجش، ما اتقفلش صح، فالغضب يرجع يصحى من اول وجديد فيرد بغضب. فالطرف المتجنب يحس ان ايوه هو ده اللي انا خايف منه، هو ده اللي انا مش مستعد ارجع له تاني، هو ده اللي بالنسبه لي خلاص. وفي ناس تبقى مشتاقه فتقابلها بايه، وانت كمان وحشني، وانا افتكرتك، ولما بعمل مش عارفه ايه بفتكرك، ولما بعمل مش عارفه ايه بفتكرك. فترجع ايه، مشاعر لطيفه خفيفه كده تتفتح من اول وجديد. الطرف اللي متساب يجي له امل انه ندم وعرف قيمتي وهيرجع لي والبيت والولاد، فيبتدي يقبل بالمشاعر جدا لانه مشتاق ومجروح ولوحده وشايله مسؤوليه كبيره والولاد حمل وهي عايزه تبقى عايشه في بيتها مع جوزها وولادها ومصدقت انه رجع. تبتدي تقبل بالمشاعر جدا. الطرف المتجنب في الاول هو راجع حاسس ان مفتقد حاجه كده لطيفه يعني، يلاقي جرعات المشاعر المكبوته المتخزنه نازله عليه، فتجيله صدمه مشاعريه هو اصلا هربان منها. انتوا عارفين اصلا من ساعه ما اتكلمنا عن النمط المتجنب هو فكرته ايه؟ فكرته في التعامل مع المشاعر والواجبات الشعوريه والحاجات اللي المفروض يعملها تجاه المشاعر اللي بيستقبلها. فمشاعر متخزنه، المشاعر اللي متخزنه يا جماعه باشتياق وولع ولهفه وفراق وكده مختلفه عن المشاعر الاولى اللي هم لسه بيتعاملوا مع بعض. دي بتبقى قنبله موقوته بتنفجر في وشك، ففجاه يحس ان هو اتخض فيعمل ايه؟ فينسحب. فالطرف اللي متساب يحصل له ايه؟ ايرور، اللي هو انت اللي جيت، انت اللي اتكلمت، انت اللي بعت لي رساله، انا ما قربتش منك، انا ما طلبتش منك حاجه، طب عامل فيا ليه كده؟ فيبتدي يحس ان هو مش فاهم، وتبتدي مشاعر الالم اللي ما اتعالجتش وما اتعملتش، ما تعملناش معاه صح، تصحى من اول وجديد ويمر بنفس دايره الالم تاني، والمتجنب يبعد، وبتبتدي انت تلحقه من اول وجديد برسائله ومكالماته بشعور على حس ان هو اللي بعت لي، فيبعد اكتر ونخش في الهسل اللي ملهاش نهايه دي، وتبقى انت مش عارف تبقى اقرب ولا اسكت ولا اعمل ايه. طب والنمط المتجنب؟ النمط المتجنب بيبقى حقيقي اشتاق، وحقيقي انت وحشته، وحقيقي في حاجه فكرته بيك، وحقيقي جواه صراع، بس الصراع اللي جواه ناحيه انه يرجع لك فيتضغط تاني اقوى كتير قوي من المشاعر اللي متشاله ليك. ففي الحاله دي الردود الفعل حقيقي مختلفه. في ناس ممكن ترجع، وفي ناس لا تقول لك لا انا مش هقدر. ولو هو مش متقي ربنا فيك بزياده، ولو هو انت هين عليه ومشاعرك هينه عليه، ممكن يفضل يلعبك كده، يحس ان هو مشتاق، محتاج يسمع كلمتين حلوين، محتاج يحس بمشاعر معينه، يبعتلك رديت عليه مش عارفه ايه، اقبلتي مش عارفه ايه، يبعد. تبقى مراتك والكلام على الستات اللي انت مطلقها، تلاقيها ابتدت تجر معاك ناعم واتكلمت معاك لطيف ومش عارفه ايه، وانت صعبان عليك العيال وصعبان عليك البيت اللي انت دفعت فيه عمرك كله وفلوسك وعايز تلم الدنيا، وان هي ست فيها حاجات كتيره كويسه، فتقبل. تلاقيك ان انت ضاغط عليها تروح بايعه وتبقى الظاهره ليك ان هي بتلعب بيك، يعني عماله تقرب وتبقى ناعمه وتبقى مستغرب هي دلوقتي عرفت ازاي تبقى ناعمه كده، امال ده كان فين وقت الجواز؟ بدل هي تعرف انه هو عندها، امال ده ما حصلش ليه وقت الجواز؟ لا، هو بيطلع وقت الاحساس بالخطر، وقت لما تكون عايزه تجيبك. للاسف الشديد مش معناه ان هم مش متربيين او ان هم مش وحشين، بس هو تركيبه المخ عامله كده. فتبقى حاسه انا مفتقد قوي قوي نعومتها دي، انا مفتقد قوي الاحساس معاها ده، انا مفتقد قوي الشعور اللي هي مديهولي.
فانت تقبل تقبل تقبل، هي تحس ان لا مش قادر، فتروح ايه؟ تروح قطع. طيب انا دلوقتي بقى عايزه ابعد عن هم بيبقوا حاسين بايه. انا محتاجه اوجه لك انت الكلام لمده دقيقتين كده. انت مفتقد وجوده، انت مفتقد احساس لم الشمل العيله والولاد مع باباهم ومامتهم وان الدنيا ترجع زي ما كانت. هو السؤال المهم، انت هتقدر تعيش تاني من اول وجديد في الدنيا زي ما كانت؟ اصل الدنيا زي ما كانت هي اللي ادت للانفصال اللي حصل مرة واحدة او حصل حتى gradually كده وبعدته. هل انت قادر ترجع تاني تعيش في البسطرة اللي هي ما بين سخن وبارد سخن وبارد اللي انت كنت عايش فيها؟ اصل يا جماعة مش هيحصل تغيير زي ما انتم متخيلين، بيحصل، مش يعني مش مستحيل، بس محتاج خطوات كتيرة ومحتاج يعني انا لما باجي اتعامل مع حد نمطه متجنب والطرف البارتنر ضغط عليه ان هو يتابع مع حد، مشكلة النمط المتجنب ان هو دايما حاسس ان هو ضحية، دايما حاسس ان هو مجني عليه، دايما حاسس ان هو مظلوم من الطرف اللي عايش معاه. هو مش بيبقى قادر يتخيل ان هو جزء اساسي في معادلة الفشل اللي هو عايش فيها. زي بالظبط التعامل مع النمط القلق، في ان انت تيجي تقول له ما هو يمكن يكون انت ضاغط على اللي قدامك قوي، ممكن يكون انت حطه تحت بريشر، هو مضطر يعمل اللي بيعمله ده عشان خاطر يتنفس من حالة الضغط اللي انت ضاغط عليه. وشايف ان لا، انا مش غلطان، انا قدمت كل حاجة، انا عملت كل اللي المفروض ان انا اعمله. اللي غلط من عنده من الطرف التاني والتأثير من عنده، وهو اللي وصلني للمرحلة دي. ما انا ما كنتش هوصل للمرحلة دي لما كانش هو شككني فيه وعمل. فاللي هو يا جماعة التعامل مع الناس خصوصا النمط القلق والنمط المتجنب في ان هم تركيبتهم تتغير شوية عشان الحياة تمشي، حقيقي مش سهل، مش مستحيل، مش سهل. فنرجع لحضرتك السؤال، هل انت عندك استعداد للحياة ترجع زي ما كانت؟ ده اللي لازم تقوله لنفسك لما تستقبل الرسالة اللي فيها اشتياق ومشاعر، قبل ما تنجرف ليها وقلبك يسعد بيها وتجري وراها. انتوا عارفين قبل سعادة القلب والانجراف دي بتبقى ايه؟ بتبقى رسالة داخلية للقلب ان انا تم الاعتذار ليا بشكل غير مباشر، ما هو رجع لي. والناس بتبقى عايزة اللي يعتذر لها، بتبقى حاسة ان هي مجروحة جدا لدرجة ان هي بتبقى حاسة ان هو ايه، انا نفسي احس ان انا مش وحش، ان انا الغلط ما كانش من عندي، ان انا كويس، ان انا اتظلمت. وانت بتبقى راضي باي حاجه لدرجه ان لو الاعتذار ما جاش في صوره اعتذار رسميه، جه في رساله ان انا مفتقدك او في كلام ناعم جميل، تبقى حاسس ان هي رساله ضمنيه معناها ان انا اسف. فببقى حاسس ان انت يعني انا اكتفيت، انا كده تمام، انا كده رضيت غروري. مخك بيبتدي يستقبل الرسائل بالمعنى ده عشان خاطر يهدى ويستكين. فلما رسالة تجيلك استمتع بلذة الاستكانة، انا ما عنديش مانع خالص، بالعكس بستمتع بلذة احساس الاعتذار عشان انت محتاجه، انا ما عنديش اي مشكلة. بس اسأل نفسك، وبعدين هنرجع ونتبسط يومين 3 والبيت يرجع يتلم علينا يومين 3، وبعدين المستقبل فيه هل انا هقدر اكمل على نفس السيكونس اللي انا كنت عايش فيه ده ولا لا؟ هل انا في وانا راجل كبير 50 و60 سنة هستحمل النوع ده من التجاهل والبرود في المعاملة
والطريقه دي ولا لا؟ حاسس ان انت قادر تستحمل؟ حاسس ان انت حاطط بريوريتي الولاد اهم من نفسك وصحتك ونفسيتك والحاجات دي كلها؟ اتس اوكي. ربنا يتقبل منك ويعينك ويقويك جوان. مش حاسس؟ يبقى اقف وقفه قويه جدا مع نفسك. محدش في الدنيا هيقدر ياخد القرار ده عنك. محدش في الدنيا هيقدر يقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، لان محدش هيعيش ويشيل شيلتك. انت الوحيد اللي هتشيل الشيله، وانت الوحيد اللي هتتحمل عواقبها. ولادك هيتفضلوا طول عمرهم انتوا ابوهم وامهم، ما قدامهمش اختيار. لكن انت وانتي اللي هتختار هقدر اكمل حياتي بالنمط ده ولا لا. فبدل ما نشغل بالنا يا ترى بيفكروا فينا ولا لا، يا ترى ندمانين ولا لا، يا ترى هيرجعوا لنا ولا لا، نشغل بالنا احنا هنقدر نكمل حياتنا ازاي، واحنا هنقدر نستحمل لغايه ايه. اتمنى لو انتوا عايزين نتكلم في موضوعات مختلفه تكتبوا لي، لان ده بيفرق معايا جدا. انا عايزه اتكلم في الموضوعات اللي تهمكم انتوا وتكون مفيده ليكوا انتوا، مش موضوعات اي حد بيتكلم فيها بره ونحطها كترند او الناس كلها بتتكلم فيها وخلاص. فاتمنى ان انتوا تشاركوني انتوا محتاجين نتكلم في ايه، وتدعموا القناه، لان القناه حقيقه محتاجه دعم. واسفه لو كنت بتاخر عليكم، بس انا حقيقه عندي حاله احباط شديده جدا من القناه، فبكسل افتح الكاميرا واقوم اسجل يعني. فدعمكم حقيقي مهم. واسيبكم دلوقتي في رعايه الله. السلام عليكم.